مختلفة أنه تلعب مع فريق ينافس على لقب الدوري. التجارب السابقة مع اشبيليا مختلف الأندية اللي أنت لعبت فيها، نموذج مختلف، مطالب أنك كل أسبوع تكسب، خط دفاع متقدم. أعتقد أنه هذا الموسم أنت واجهت كمية انفرادات ممكن طوال مسيرتك أنت ما واجهتها. كيف كانت التجربة بالنسبة لك أنه تلعب مع فريق مطالب كل أسبوع أنه يفوز ومطالب أنه يكسب كل البطولات؟ وبالفعل كما قلتي، ملي كتلعبوا مع واحد النادي اللي كيلعب على اللقب وكيلعب ديما متقدم، كيضغط دائما كل المقابلات 90 دقيقة، فلازم الدور ديالك كيكون مختلف، لازم تكون متقدم، تكون واجد يعني في ذاك الكرة ولا جوج اللي تقدر تجيب في المباراة. وهادشي اللي كاين، فالحمد لله بينت بان نقدر نقدم هادشي لنادي الهلال الحمد لله. صوتك راح كابتن من الفرحة. لا نأخذ كثير من وقتك. هذا أول لقب تفوز به؟ أول بطولة؟ الله يهديك. الله يهديك. لا كدوري يا كابتن. يعني كدوري، كبطولة محلية. أنت فزت مع إشبيليا، كنت متألق في طبعا البطولة الأوروبية، لكن كبطولة محلية. حضرت اللقب مع نادي الوداد مع اتلتيكو مدريد، ولكن هذا اللقب يعني كنت يعني لعبت كاع المباريات، كان عندي واحد الدور مختلف. نعم. فبالنسبه لي انجاز مهم. ماذا تنتظرون في المستقبل القريب؟ المدرب ماذا يريد منكم؟ وكما قلت لك باقي لنا واحد الهدف واحد اخر، اللي هو نحاولوا نكملوا الدوري بدون هزيمه، وباش نكونوا واجدين للمباراه النهائي ديال الكاس اللي هو تو من الاهداف ديالنا هذا السنه. وانت تتصدى لكرات كريستيانو رونالدو ان شاء الله ان شاء الله. مبروك كابتن مروان، مبروك ياسين بونو، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. سنواصل اذا اعزائنا معكم هذا الاستوديو والفرحه الكبيره اذا هنا في الرياض. الهلال مره اخرى يفرض نفسه بجداره. الهلال فاز بكل المباريات، تعادل فقط في مباراتين، فاز في 23 مباراه متتاليه. هذا الرقم صعب. هو صعب على مستوى التنفيذ. الاشكال فين؟ لانه كيفيه الحفاظ على نفس الشغف ونفس الحماس ونفس الروح اللي يخلي اللاعبين كل مباراه يفوز بمباراه. حتى في المباريات، هي دائما في الدوري المباريات الصعبه هي المباريات ضد الفرق اللي اقل مستوى، وبالتالي